بعد الفيديو اللي فات الحمد لله يعني كذا حد سألني اللي هو قشطة دعوة اكسبريس دعوة مش عارف ايه، طب نعملها ازاي يعني اللي هو نفتي مثلا ولا نحفظ ايه ولا نعمل ايه ولا. فالحمد لله ثبتت الكاميرا والفيديو ده هيبقى عن ازاي تعمل الدعوة دي. فانت دلوقتي مش حافظ قرآن كتير وما عندكش اجازة في الحديث، ما اتعلمتش دعوة بس بتحب الدعوة ونفسك تبقى داعية، تطبق الكلام ده ازاي؟ ايه تطبيق الكلام دوت فعليا؟ قبل ما نسأل الاسئلة دي خلينا نتعامل مع الاسلام كأنه منتج والدعوة هي التسويق للمنتج ده. فانت لو عندك منتج هتعمل ايه عشان تبيعه؟ قبل اي حاجة انت بتسأل نفسك كذا سؤال. اول سؤال هو او مين؟ انت بتبيع المنتج ده لمين اصلا؟ مين الفئة المستهدفة؟ تاني سؤال هو ليه؟ انت ايه هو اللي عندك اصلا جديد تقدمه والناس هتشتريه منك ليه؟ تالت حاجة بتسألها لنفسك ازاي بقى اسوقه للناس دي؟ فخلينا نبتدي بمين؟ الكفار؟ لا خالص، مش الكفار خالص. احنا لو هنتكلم على هنا في مصر فاحنا عندنا الفئة المستهدفة بالاسلام اللي هو المنتج بتاعنا ده هم مين؟ هم المسلمين برضو، يعني احنا كلنا مسلمين، بس الفئة دي اللي هي المسلمين المقصرين اللي هي كلنا برضو. احنا خلاص جاوبنا على مين. ليه بقى؟ ليه طالما هو مسلم لازم اعمل له دعوه؟ يعني كلنا خلاص دخلنا الاسلام، هل ده معناه ان احنا ما عدناش محتاجين دعوه خلاص؟ لا محتاجين، لان احنا بنقصر. فالموضوع بمثابه ان انت عندك ناس معاها موبايلات، كل الناس معاها موبايلات، بس انت عايز بدل ما هو معاه موبايل قديم انت عايزه يابجريد للموبايل اللي بعديه، الموبايل الجديد اللي بعديه. هو معاه موبايل وكويس وجميل وكل حاجه، بس في احسن. ازاي بقى؟ هو ده السؤال. طيب ازاي؟ دي محتاجه قعده. الشركات بتعمل ايه؟ بتدور على الناس الناجحه اللي متماشيه مع الثقافه بتاعتها وتروح رايحه ورمي عليها المنتج بتاعها. يعني ايه؟ يعني مثلا نايكي بتروح رايحه مدوره على الرياضيين الجامدين اللي بياخدوا ريسكس ومش عارف ايه زي كريستيانو رونالدو، وتروح قايله له خد البس التيشيرت ده والقميص ده والجزمه دي وتعالى نام هنا ومش عارف ايه وكل الكلام ده، علشان لما الناس تيجي تبص على رونالدو وتلاقيه ناجح تنسب فضل النجاح ده لنايكي، ولما الناس تبص على نايكي وتلاقي ان عندهم كريستيانو رونالدو بصفاته دي، فالصفات دي تنطبق على الشركه اللي هو ايه ده، دي الشركه دي اكيد برضو صايعه وسريعه وريسك تيكرز ومش عارف ايه والكلام. وبعدين الناس بقى بتعمل ايه؟ بتروح رايحه شايفه كريستيانو رونالدو وتقول لك ايه ده هيسو مش عارف ايه وجميل وانا عايز ابقى زيه. فانت هدفك كده بقى ان انت تبقى جامد جدا لدرجه ان انت الناس تيجي تبقى عايزه تبقى زيك، ولما تيجي تقوس تبقى زيك تلاقي ان انت كمان مسلم، فالناس هتبتدي تنسب فضل نجاحك ده للدين. وفي نفس الوقت لما الناس تيجي تبص عليك كواحد مسلم ناجح انت هتخلي صورة الدين مودرن وقوية ومعاصرة وكل الكلام الجميل ده. لما واحد يجي طفل صغير يلاقيك انت ناجح يقول لك ايه ده بابا انا عايز ابقى زي عمه مش عارف مين، ولما يكبر يلاقي ان عمه مش عارف مين ده كان مسلم جدا وبيصلي ويطير، هيعوز يعمل كل الحاجات دي من نفسه. فانت عملت ايه؟ عملت دعوة غير مباشرة جدا بقى، اللي هو انت اديته البتاعة في حاجة مسكرة. وفعلا في كده الحمد لله، يعني فعلا في شوية شباب قوية جدا بنتعرف عليهم كل يوم وكل شوية، ناس بترسم وناس بتعمل شركات وناس بتعمل جرافيتي وناس بتعمل انمي وناس بتعمل حاجات كتير جدا عالمية وقوية جدا، وفي نفس الوقت مسلمين وجمال ومؤمنين ومحترمين ومؤدبين. ده ما منعهمش ان هم يبقوا ناجحين، بالعكس ده هم استخدموا الحاجات دي علشان يبقوا جامدين. فانت ايه حجتك؟ انت هدفك ان انت الناس تبص عليك وانت ناجح وتلاقي ان انت برضو مسلم، فتروح مدمر لها افكارها فتخليهم يقولوا طب يعني الاسلام مش بيتعارض مع النجاح، فانا ايه حجتي ان انا ما بصليش مثلا؟